يلاحظ في بلادنا على بعض الشباب الناشئ التأثر بالأخوة القدامى في حيهم أو في منطقتهم دون ارتباط بالعلماء، ثم إذا جاءت فتنة تجد هؤلاء الناشئة على ضوء ما يوجههم هؤلاء. فما توجيهكم للناشئة؟ لا شك أن الخطأ هنا ليس من الناشئة، لأن النشئ ينشأ على ما نشأه من درسه وعلمه ولقنه. فأنتم يا من أدركتم هذا الخطأ، وأن الشباب يربون على التقليد ولا يربون على الرجوع للعلماء وقراءة فتاوى العلماء وماذا قال العلماء، فالواجب من عرف هؤلاء أنه ينصحهم ويذكرهم وينبههم إلى خطورة هذا الأمر، وأن هؤلاء إخوانكم طلاب علم سواء كانوا قدامى أو لم يكونوا. ليس معنى ذلك أنه قديم في الدعوة أنه هو المرجعية وهو الذي يأمر وينهى ويفتي في النوازل والحوادث. فأنا نصيحتي لهم أن يتعلموا العلم عن أهله. قد يكون هؤلاء القدامى ليسوا طلاب علم وليسوا من أهله، استقاموا ولهم فضل في ذلك، لكنهم بعيدين عن العلم، ولو كانوا على العلم الحقيقي لما جعلوا الشباب والناشئة يتعلقون بهم ولا يعرفون إلا هم. فهذا خطأ وغلط، وعلى من أدرك ذلك أو عرف حقيقة ذلك أن ينكر وأن يبين، وأن كذلك يجالس هؤلاء الصغار ويبين لهم حقيقة الأمر، وأن أهل السنة والجماعة يرجعون إلى العلماء الكبار الراسخين أهل الصلاح والعلم وأهل الفضل والعبادة، والذين شابت لحاهم في السنة. وإن شاء الله أنهم لو سمعوا مثل هذه النصائح سيستفيدون.